في موقف بيتكرر معايا كتير جدا اليومين دول وانا واقف في استقبال مستشفى الجامعه، واتكرر معايا امبارح برضه، وهو ان بنتي دخلت مع اهلها الاستقبال منهاره تماما، وباين عليها ان هي معيطه طول اليوم، ولما قسنا لها الضغط طلع 100 على 60، يعني الضغط واقع خالص. وبعد ما عملنا لها الاجراءات الطبيه الضروريه وقفت مع اهلها اسالهم ايه المشكله وايه اللي حصل، واتضح ان البنت دفعه ثانويه عامه، ومن كتر الضغط والمذاكره وان هي حاسه ان الامتحانات قربت البنت فصلت تماما. اللي انا عايز اقوله لكم هو انك ما توصلش نفسك ابدا للمرحله دي. انا قلت قبل كده وهقولها تاني، ايا كان النتيجه وايا كان اللي هيحصل الدنيا مش هتقف، انت معلكش غير انك تجتهد وتسعى وربنا يقدم اللي فيه الخير، لكن ما تحملش نفسك فوق طاقتك وتخلي الموضوع ياثر على صحتك لدرجه ان انت ممكن تروح المستشفى بسبب حاجه زي كده. البنت اللي جات لي المستشفى دي اي نعم خدت علاج وروحت، بس هتفضل على الاقل يومين ثلاثه مش قادره تفتح كتاب ولا قادره تذاكر بسبب الضغط العصبي اللي هي حاطه نفسها فيه. وحاجه كمان، لو الاهل بيضغطوا عليك فده غصب عنهم، حاول تتفهم الموضوع ده وما تاخدهوش على قلبك. الضغط بتاع الاهل ده بيكون نابع من حته ان هم عايزينك تبقى افضل وعايزينك تبقى احسن. اتعامل مع ضغط الاهل كدافع، ما تخليهوش حاجه تلود على اعصابك. من فتره برضك حد منكم كلمني ان والدته دايما بتقول له يذاكر زياده ويبص في الماده دي ويبص في الماده دي، ورغم ان هو بيذاكر كويس اوريدي وعامل لنفسه نظام وسيستم وبيذاكر بالعشر ساعات ما شاء الله، يعني كان رد عليه ان انا قلت له اتعامل مع الموضوع بسلاسه وارضيها قدر الامكان. يعني انت لو بتذاكر العشر ساعات زود ساعه زياده عشان ترضيها. هي غرضها مش ان هي توترك او تقلقك، هي غرضها بس ان هي تساعدك، وبتقول لك ذاكر كذا وزود ساعات عشان هي قلقانه وعاوزاك توصل لدرجه كويسه. فيا جماعه ناخد موضوع ضغط الاهل ده ببساطه، ما نخليهوش حاجه توترنا. ثالث حاجه هقولها لكم هو ان ما ينفعش تيجي تتخض في الوقت ده، خليك قد المسؤوليه. الوقت ده عاوز حد يعرف يمسك نفسه كويس ويبذل اقصى مجهود ممكن عشان يقدر يحقق نتيجه. ما ينفعش تنهار ولا تفقد اعصابك في الوقت دوت. لازم تكون عارف ان اخر خطوتين ثلاثه بيكونوا دايما اصعب حاجه في الطريق كله، وانت بنفسك هتشوف اصدقاء وزملاء كانوا بيلعبوا طول السنه وتيجي تتفاجئ ان هم جابوا درجات كويسه جدا. الفرق ان هو عارف يمسك اعصابه في الفتره دي ويبذل مجهود. ناقص تقريبا 25 او 26 يوم على امتحان العربي، فانا شايف انك ممكن تخلص وتراجع مادتين كويس قوي قبل ما تبتدي تذاكر عربي. وانا عايز انزل لكم فيديو ازاي نلم الانجليزي في 4 ايام بحيث تضمنوا وتجيب فيه درجه كويسه. اخر حاجه هقولها لكم هو ان ما تسيبش جو السوشيال ميديا يخوفك ويربكك. هتلاقي فيديوهات عد تنازلي متبقي 20 يوم، متبقي 15 يوم، متبقي 5 ايام. هتلاقي ناس عماله تقول انا خلصت كذا 10 مرات وخلصت الفيزياء 20 مره. مالكش دعوه بالكلام ده خالص، انت اشتغل مع نفسك وبس. وهتلاقي مدرسين منزلين لازم تحضر المحاضره دي عشان تقفل، ولازم تحضر الدرس ده او المراجعه دي عشان تجيب درجه كويسه. مالكش دعوه بالكلام ده، السيستم اللي انت شغال بيه هو اللي تشتغل بيه، ومالكش دعوه باي حد. واهم حاجه مش النتيجه على فكره، اهم حاجه ان ضميرك يكون مستريح قصاد ربنا وقصاد نفسك واهلك، ومش مهم اي حاجه تاني.